حبايب قلب خوخه، ورقه وقلم وركزوا معايا وصحصحوا معايا بسرعه، مفيش وقت قبل الماتش. اقول لكم ازاي طريقه تتفرجوا بيها على الماتش، عشان الماتش لما طلعت قلت امبارح ان الماتش مذاع على قنوات اون تايم، قلت لكم الارضيه مش اون تايم اللي احنا بنتفرج فيها على ماتشات الدوري العادي، واون تايم الارضيه دي مش بتكون موجوده غير بالاريا الداخلي او الخارجي، معرفش اسمه الصراحه. اقول لكم طريقه سهله نتفرج بيها على المباراه ان شاء الله النهارده على النت عادي. الناس اللي عندها موبايلات اندرويد، في برنامج اسمه ياسين تي في، ده مجرد ما بتنزلوه على الموبايل عادي بتخشوا بتلاقوا كل قنوات البين سبورت مفتوحه عندكم طبعا بالنت، تقدروا تتفرجوا على الماتش عادي، تختاروا بين سبورت 5 وتدوسوا عليها، الماتش هيشتغل عادي. انا الصراحه يعني موبايلي مش اندرويد فما بعرفش انزل ياسين تي في ده عندي. طب اتفرج ازاي لو موبايلي مش اندرويد؟ سواء بقى موبايلك اندرويد او مش اندرويد، هنخش عادي على جوجل نكتب مباراه النادي الاهلي وشبيبه القبائل الجزائري، بس مباشر موقع الاسطوره، نكتب كده في السيرش بتاع جوجل، اول حاجه هتطلع لنا هندوس عليها، هندوس على اول لينك، هنتبع الخطوات، الماتش هيشتغل معاكم عادي. انا سايبه لكم ياسين تي في ده، الناس اللي موبايلاتها اندرويد ينزلوه يتفرجوا عليه عادي، اما الناس الايفون او مش ايفون ومش لاقيين البرنامج اصلا عشان هو بينزل بصعوبه جدا، تتبعوا الخطوات اللي انا قلت لكم عليها دي على جوجل اثناء الماتش، ان شاء الله تتفرجوا بكل سهوله. الولاد بقى انزلوا القهوه، انزلوا القهوه، يعني ما تقعدوش تتعبوا نفسكم، انزلوا القهوه. بقول الحلول دي مثلا الناس اللي بتبقى في الدرس وبيخبوا الموبايلات تحت انا عارفه الكلام ده، فانا بشرح لكم عشان خاطر تلموا بالموضوع. اي استفسار سيبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم ان شاء الله قبل الماتش. ربنا معانا ان شاء الله ونتفرج ويبقى ماتش جميل وحلويات زيكم ان شاء الله، النادي الاهلي يكسب. اي سؤال اسالوه في الكومنتات هرد عليكم، انا معاكم لحد الماتش.